هل يستفيد نادي القاسم من خلال الكرات الثابتة من هكذا أماكن ويفتتح التسجيل؟ كرة بالراس، جول! نعم، شاهد الكرة الثابتة وراسية وضعها في المرمى. محمد خالد يفتتح التسجيل لنادي القاسم، أول أهداف المباراة براسية خطأ. نعم، هذه كرة تلعب هي طويلة وبالراس، عدت هناك يوسف فوزي، تأتي العرضية والكرة هنا عند اللاعب علاء عباس، عدت الآن داخل منطقة ال18 وهذا هيران، هذا الفنان، هذا الفنان في مقابل لا شيء حتى هذه اللحظات. صفا يا هادي لأحمد بنقله سين محسن قريب والكرة عند اللاعب هيران، لا يا هيران الصبحي، هذا هو العماني. عدت الكرة من جديد لعلاء عباس، علاء 2-0. هذه الكرة بنقله مرت بالراس، تتهيأ هناك عند اللاعب مصطفى وليد، يحاول تأتي العرضية مصطفى والكرة بالراس مرة أخرى، تصويب إلى رحيم. نقلة الآن عمار، نعم بثقة كاملة وعالية من اللاعب عمار، كرة بالراس تتهيأ. قاسم نقلة من الحارث هناك للأمام من محمد ومر بهذه الكرة، عده وحيدر، جول ممكن، لا انقطعت. سيطرة وتراجع بخط منتظم لنادي القاسم لدفاعات القاسم. هذه محاولة عدت، لا عادل. هذه الكرة وصلت هناك لتعود مرة أخرى، تتهيأ بتصويبة، جول، لا يا علاء، لا يا علاء، لا. خالد بالدقيقة الخامسة مر الحارث، عد الحارث، مر الحارث. هنا كرة ملعوبة بالراس، سدت يا صفاء، عادت يا يضغطون. القوة الآن تأتي الكرة بالراس هنا من عصام ومحاولة لا زالت قائمة مستمر. حاتم كانت من الممكن أن تتغير نتيجة المباراة إلى هدفين دون رد، لكن تصدى، جول، لا، عدت إلى خارج أرضية الملعب.